السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مع بعض كيكة كده بالشوكولاتة فudgy كده وطعمها تحفة. طعمها زي الجاتو كده، بصراحة كانت جميلة أوي أوي أوي. حاجة بسيطة كده تعمليها لأولادك، تعمليها لضيوفك، تعمليها حاجة بسيطة سهلة وبسيطة. هنعملها بأقل التكاليف، هي مش اقتصادية بس هنعملها بأقل التكاليف. هتطلع يعني كما يقول الكتاب. يا عشاق كيكة الشوكولاتة، شايفين طرية ازاي؟ كانت طرية جدا. يلا بينا نبتدي الوصفة. أنا عندي هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هما كانوا صغيرين فحطيت 3. لو عندك بيضتين كبار يبقى بيضتين. البيض عندي كان صغير. طبعا عندنا طبعا الأساسي معلقة الخل والفانيليا، هنحطهم مع بعض. وعندي هنا كوباية سكر وهنضربهم بالمضرب بتاعنا كويس. هنا أنا عندي ده محسن الكيك جيلي. ده بيخلي كيكة هشة كده، ما عندكيش مفيش أدنى مشكلة، بس بيخلي لي كيكة هشة وطرية كده شبه الإسفنجية. حطيت معلقة صغيرة. شايفين فتحت البيض معايا ازاي؟ هحط معايا بقى نص كوباية زيت. وعندي هنا كوباية لبن. حطيت عليها معلقة كبيرة خل. عايزاه يقطع معاكي بسرعة، لازم اللبن بتاعك يكون سخن، يعني مش بيغلي بس سخن. شايفين قطع كأن حتى زبادي. عندك لبن رايب حطي، بصراحة ده بيدي طعم وهشاشة للكيكة وطعم تحفة. جربيه، كان طعمه جميل جدا. في الكيكة يعني ممكن تحط بديله زبادي، ممكن لو عندك لبن رايب حطي، بس احنا بنعمل بأقل حاجة يعني. هنا أنا عندي كوبايتين دقيق إلا معلقتين، هحط مكان المعلقتين دول معلقتين كبار كاكاو خام. أنا حاولت إن أنا أوريكم إن أنا شلت معلقتين وحطيت مكانهم كاكاو الخام. وهحط رشة الملح بتاعتي ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. بنخلهم كويس أوي، لازم تنخلهم كويس أوي أوي أوي، يعني ده اللي بيخليها. شايفين الكاكاو مكتل ازاي؟ عشان كده أنا بنخله. اللي في الآخر ده الملح، طبعا الملح مش هيفرق من مصر، فحطيته. وهبتدي ان انا اضرب كويس المكونات الجافة بتاعتي مع المكونات السائلة. اضربيهم كويس قوي لحد ما يندمجوا مع بعض ويبقوا خليط واحد. بضربهم حوالي دقيقتين. شايفين السمك بتاعي مش تقيل ومش خفيف. هنا عندي صينية حاطه لها ورق الزبدة، مش دهنها ولا حاجة، حاطه لها ورقة الزبدة بس. طبعا ورقة الزبدة دي مش هتلزق فيها ولا حاجة أصلي. حطيت كل الخليط بتاعي، نزلي كل فتفوت. بصوا يا جماعة، لازم تضربي الكيكة ضربتين. شايفين الفقاعات دي أهم حاجة تعمليها بعد ما قبل ما تحطيها الفرن. لازم تضربي الصينية بتاعتك كويس قوي عشان الفقاعات بتظهر، عشان ما تطلعش معاكي مفرغة فراغات كبيرة، بتبقى مش حلوة يعني. هنا بعد ما استوت معايا طبعا طلعت من الفرن، احنا حطيناها على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. حط الخلة بتاعتك أو السكينة تطلع نضيفة. هنا أنا هعمل عندي جناش الشوكولاتة. عندي نص كوباية مية عليهم معلقتين كبار كريم شانتيه. أنا بعمل الجناش بالمية، ما بحطش لبن. بنحاول يعني نخفف التكاليف لأن طبعا الشوكولاتة وكده. بعد ما تبتدي تسخن معايا هبتدي إن أنا أحط الشوكولاتة. دقيقة كده واطفي النار. يعني ايه دقيقة بالظبط واطفي النار واسيب الشوكولاتة تسيح بدرجة حرارة الكريمة اللي احنا عملناها. شايفين ساحت معايا ازاي؟ بتبتدي لون الكريمة تتغير وتتحول لشوكولاتة. دي أهم حاجة، تطفي النار ومعلقة الزيت دي بس عشان تديلها اللمع. حاولي ان انت تسيحي الشوكولاتة بتاعتك وانا طافية النار. هنا انا عندي كوباية كريم شانتيه. بحاول انزل، كان في حاجة لازقة فيها كده كنت بحاول انزلها، بناخد كل حاجة موجودة. وعندي كوباية مية كنت حطاها في الفريزر، وانا بحب ما احطش سكر بودر، بيبقى عندي شربات تقيل خصوصا الكريم شانتيه. بقوم حاطة وحطيت جناش شوكولاتة من اللي انا لسه عاملاه عليها، وبزود كل شوية المية بتاعتك.
زوديش السكر لان الشوكولاته طبعا والجناش مسكر. يا جماعه الجناش ده هيبقى زي الدارك شويه، لو انت حسيت ان هو بالنسبه لك برر شويه زودي له سكر. هنا انا عندي قهوه سريعه الذوبان، طبعا ما تجيبوش المقاطعه يا جماعه، جيبوا نوع مصري. انا جبت نوع مصري دوبته في نص كوبايه ميه وسقيت بها الكيكه، وحطيت الكريم الشانتيه بتاعتي في كيسه وابتديت ان انا احاول ان انا اساوي. طبعا براحتك ده زي ما انت حابه. انا ما عملتش طبقتين، هي طبقه واحده. كيكه طريه جدا وهشه جدا، فمش محتاجه ان هي تتعمل طبقتين. سويتها. شايفين بقى جناش الشوكولاته معايا تقيل ازاي؟ ده عقبال ما عملتها كانت برد الجناش. شايفين تقيل ازاي؟ حابه ان انت مش قادره ان هو ينزل معاكي ويسيح على الكيكه، ممكن تحطيه دقيق يعني 30 ثانيه على النار هتسيح معاكي. بس انا ما حبيتش، قلت هينزل بزياده عشان انا احب الحته تبقى فيها جناش تقيل كده. فحطيت شويه شوكولات شيبس من فوق الوش، وكان عندي شويه عنب حطيته. بس هي دي الوصفة بتاعتنا، وأتمنى أن الوصفة تعجبكم، وأتمنى أن انتوا تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.